بس سبحان الله، يعني يؤتي الملك من يشاء. احنا كنا قلنا لكم امبارح على انه المظاهره بتاعت بكره ان شاء الله، احنا ما نقدرش نقول ممنوع الناس تتظاهر. نحن مع حق التظاهر لكل مواطن مهما كانت اراءه، مهما كانت، طالما مظاهره سلميه. المفروض يبقى اي حد حر مع حقوق الانسان ومع الحقوق العامه، يبقى مع هذا الحق. وبالتالي ما نقدرش نعترض على مظاهره بكره، ما نقدرش ما تعملوهاش. من حقهم الاخوان المسلمين انهم يعملوا مظاهره في اي وقت. في نفس الوقت من حقك انت كجهه اخرى او كخصم كما عملونا هم اللي عملونا خصوم، هم اللي قالوا احنا وهم شهدائنا وشهدائكم، هم اللي قالوا مش احنا. ده كان اختراعهم، هو اختراع مرفوض لانه في النهايه كلنا مصريين. لكن من حق التيار الاخر او الجهه الاخرى، الجهه التي لا تحب الاخوان، والتي لا تقبل حكم الاخوان، والتي ترفض الاخوان، والتي هي غاضبه من الاخوان، والتي هي حانقه على الاخوان، والتي هي مغتاظه من الاخوان، والتي هي كارهه الاخوان، دي جهه يعني من حقها تسال يعني ايه مظاهره عشان خاطر تطهير القضاء؟ واشمعنى دلوقتي؟ وايه المطلوب؟ واشمعنى ده يجي بعد ما قال المرشد السابق السيد مهدي عاكف ان احنا هنشيل 3500 قاضي؟ قالها صراحه. وانا عايز اقول لكم حاجه على مهدي عاكف. الحقيقه في بعض الناس بتقف عند ما يقوله السيد مهدي عاكف على انه اشياء غير ذات قيمه في بعضها، يعني في بعضها، مش كل كلامه غير ذات قيمه. ولكن انا رايي في السيد مهدي عاكف انه من اصدق رجال الاخوان المسلمين، وهو يقول ما لا يستطيع ان يقوله احد من الاخوان المسلمين. هو ما بيلفش ولا بيدور، بيقول الافكار اللي في دماغهم بالظبط، بيقول اللي في دماغهم بالظبط. يعني اللي بيتقال في الغرف المغلقه بيقولوا ما السيد مهدي عاكف على الملأ، ما بيوقفش. ولذلك انا بقدر تصريحاته جدا لانها مهمه، لانها معلومات. قولوا لي ايه اللي يخلي مهدي عاكف من 10 و 15 يوم يقول احنا هنشيل 3500 قاضي، والنهارده يبقى في مظاهره بكره عشان تطهير القضاء، ومن ضمنها مشروع القضاء اللي مقدمه حزب الوسط، وفي ان يساوي القضاه بالموظفين في الخروج للمعاش اللي هو 60 سنه او 65 سنه، يعني هيخرج ال 3500 قاضي بالظبط. لو هو عمل سن المعاش 60 سنه، اللي موجودين فوق ال 60 هيبقوا 3500 قاضي. نفس الكلام اللي قاله مهدي عاكف. وهكذا تقف عند تصريحات مهدي عاكف تاخد معلومات، افكار الاخوان الحقيقيه. انما بعض الاطراف في الاخوان ما بيقولوش الحقيقه، يلف ويدور ويروح ويجي ويعمل ويجي. على كل حال احنا يعني يهمنا زي ما سالنا امبارح السيد ياسر محرز مين اللي هيشاركوكوا، فرد وحيد حامد كان موجود معانا هنا امبارح وقال هو حزب الوسط ما فيش غيره. هتشوفوا في الاخبار دلوقتي مين اللي هيشارك ومين اللي مش هيشارك. تعالوا نسمع.